السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. طلاب الصف الثالث الإعدادي أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هيكون الجزء الثاني من الفاينل ريفيجن على النص المنهج بتاع الترم الثاني. احنا في الفيديو اللي فات أخدنا من أول يونت 13 لحد يونت 18. النهاردة في الأوبورتيونيتيز بتاعنا إن شاء الله هنراجع من أول، طبعا النهارده بنراجع الاي ليفل الاوبورتيونيتيز من اول يونت 19 لحد يونت 24 اللي هو يعتبر اخر 2 موديولز. طيب ايه اللي هيتم النهارده بقى؟ هيبقى عندي مجموعه كبيره جدا من الاسئله، هي كلها تشوز. الفيديو كله النهارده مخصص لتشوز، هيكون مركز على موديول 7 وموديول 8 اللي هم اخر 2 موديولز عندك في الترم الثاني ان شاء الله. زي ما اتفقنا سؤال تشوز السؤال عليه 10 درجات، بيجيب لي 10 جمل. الجمل دول بيتقسموا جزئين، جزء بيكون بيركز على الفوكاب الكلمات الفوكاب، وفي جزء تاني بيركز على الفريزل، يعني كل اللي تشوز بيكون مركز على الفوكاب والفريزل والجرامر، برضو بيكون في جزء كبير برضو للجرامر معانا، وفي برضو على الايديومز المصطلحات اللي احنا بناخدها كل مره. تمام كده؟ يبقى انا عندي الفوكاب والجرامر والايديومز والفريزل، كل دول ممكن يختبرني بيهم في خلال سؤال تشوز. choose the correct words in brackets، بيجيب لي 4 اختيارات وانا بختار كلمه واحده. طيب وارد تبقى الجمله اللي قدامي بتركز على الجرامر، او جمله فيها فريزل، او فيها فوكاب معنى كلمه. طيب فاحنا لازم نمسك بقى كل جمله، وقبل ما اختار الصح استبعد الغلط. ازاي؟ Number 1. Most European scientists were by the Islamic civilization. احنا قلنا كلمة civilization قبل كده يعني حضارة، يعني معظم العلماء الأوروبيين were كذا by، دي باسف خلي بالكم. were space the Islamic civilization، عاوز أقول كانوا عن طريق الحضارة الإسلامية. conquered يعني يتم غزوهم، طبعا لأ. captured يعني يؤسر، وfounded يعني تم تأسيسه، ولكن كلمة inspire يلهم جاي من كلمة inspiration إلهام. يبقى معظم الأوروبيان scientists were inspired by Islamic civilization. بعد كده كايرو has space dramatic economic changes. كلمة economic changes يعني تغيرات اقتصادية، حصل في مصر أو في القاهرة تغيرات اقتصادية. طيب يبقى كايرو has، طبعا احنا خدنا في فيرب اسمه undergo يعني يخضع، جو يعني يخضع، والباست من undergo underwent، والباست participle undergone. طبعا انا هنا محتاج بعد has او have اجيب تصريف ثالث يبقى undergone. يبقى كايرو has undergone dramatic economic changes، يعني مصر خضعت لتغيرات اقتصادية كبيرة جدا. Number 4. there was greater social يعني اجتماعي، social space، في حاجات social space in Egypt during 1960، اثناء الفتره الزمنيه من 1960. يبقى كان في مصر في سوشيال ايه؟ سوشيال موبايل، سوشيال موفمنت، سوشيال فرينزي، سوشيال موبيليتي. كلمه موبيليتي معناها حراك اجتماعي، سوشيال موبيليتي حراك اجتماعي او تغير اجتماعي، كان في مصر في فتره الستينات، سوشيال موبيليتي. نمبر 5. he always buys expensive painting، بيشتري دايما الحاجات الغاليه. خلي بالكم. 2. طب واحد بيشتري الحاجات الغاليه تو ايه؟ سبيس اوف هيز ويلز. اولا دي فريزل، هو بيشتري الحاجات الغاليه عشان يعمل بيها ايه؟ شو ولا تيرن ولا ستوب ولا سويتش. لو انتوا خدتوا بالكم ان الاربع كلمات يجوا معاهم كلمه اوف، ولكن احنا عايزين الميننج المظبوط. ممكن الجمله تبقى جرامر صح لكن الميننج مش مظبوط، فانا عاوزها تكون صح كجرامر وكميننج. يبقى هو بيشتري الحاجات الغاليه تو ايه؟ شو اوف. كلمه شو اوف يتباهى او يتفاخر، يفتخر هو بيشتري حاجات غاليه. show off. Number 6. Egypt plays an important role in development of the Arab world. كلمة هنا رول معناها دور مهم. important role دور مهم. بقول مصر بتؤدي دور مهم in the development of the Arab world في تطوير العالم العربي. طب تؤدي دور أو تلعب دور اسمها play an important role. play والpast play played. تمام؟ Number 7. There have been a lot of social problems. يعني ايه يا شباب social problems؟ مشاكل اجتماعية. في مشاكل اجتماعية كتير
during the period of خلال فترة كذا in the Egypt after the 25th of January revolution أثناء أو بعد ثورة 25 يناير. يبقى كان في مشاكل during the period of ايه؟ mobility ولا transition ولا trade ولا conquer. يبقى ايه؟ period of transition الفترة الانتقالية. انتقالية. transition. Number 8. There are a lot of places أنا بوصف الأماكن to visit in our country. في أماكن كذا نزورها في بلدنا. أماكن ايه؟ فرينزي يعني أماكن جنونية ولا براستنج ولا كونكورد ولا ماجنيفيسنت. كلمة ماجنيفيسنت يعني رائع أو مدهش. يا ريت يا شباب كده ما ننساش معانا ورقة وقلم وبنترجم الكلمات الجديدة دي عشان دي اللي هتبقى السلاح بتاعك وأنت بتحل سؤال تشوز. كلمة ماجنيفيسنت يعني رائع أو مدهش. magnificent. Number 9. Space, streets and fountains are found in all the Cairo. And fountains يعني نافورة. بيقول لي الشوارع كذا والنافورة are found in all the Cairo. الشوارع بنسميها ايه؟ winding ولا vast ولا wide ولا modern. طبعا بتكلم على مصر القديمة يبقى بقول ايه؟ winding streets الشوارع اللي هي متعرجة الغير مستقيمة اللي هي الزجزاج. Number 10. In 1248 civil wars اللي هي اسبانيا. في 1248 اسبانيا wars space by يبقى هنا دي passive voice by Ferdinand III. يبقى عاوز اقول في 1248 سيفيل لاسبانيا ووز مالها حصل تم غزوها عن طريق فرديناند الثالث. يبقى ووز بنتد نو ما ادهنتش. ووز كونكرد تم غزوها ولا ووز تريتد تم التجاره ولا ووز بوت باعت. لا خلي بالكم هنا الباسيف هنا هندخل عليه نشرحه بعد الجمل دي. اور سوسايتي والسوسايتي يعني يا شباب مجتمع. المجتمع بتاعنا underwent خضع لايه؟ change almost everything has changed. تقريبا كل حاجه اتغيرت في المجتمع بتاعنا. يبقى معنى كلامي ان المجتمع بتاعنا underwent small ولا little ولا dramatic ولا technical change. يبقى هو تعرض ل dramatic change تغير ضخم او كبير. كايرو يونيفرسيتي جامعه القاهره مالها جامعه القاهره؟ was space in 19th century عاوز اقول اتأسست في القرن ال 19. يبقى was founded. خلي بالكم يا جماعه كلمه found دي عشان في لخبطه احنا عارفين ان كلمه find يجد دي verb بمعنى يجد والباست من find found والباست participle found. امال كلمه found نفسها ايه بقى؟ اللي هي found دي verb برضه بمعنى يؤسس. طب الباست من found founded والباست participle نفس الكلام founded. طب لما اقول كايرو يونيفرسيتي انا ببدا بالمفعول. جامعه القاهره هي جامعه القاهره هي اللي بتاسس ولا تؤسس؟ يبقى هي اسست. يبقى دي was founded دي passive اتاسست in 19th century في القرن 19. Number 13 Egypt is known معروفه دي passive برضه. مصر معروفه ايه؟ space of civilization. عاوز اقول مصر معروفه ان هي مهد الحضاره. بارل ولا بيد ولا كرادل ولا كاندل. كلمة كرادل يعني مهد. مصر معروفة بمهد الحضارة. اوكي ممكن اديكم بس كده نوت بسيطة كده على الاكتيف والباسيف. احنا عندنا الجرامر اللي في المديول السابع بيتكلم عن الاكتيف والباسيف فويس. اكتيف اند باسيف فويس. الاكتيف بمنتهى البساطة كلمة اكتيف يعني جملة مبنية للمعلومة يعني بتبدأ بالفاعل. تبدأ بمين؟ بالفاعل بالسبجكت. جملة الاكتيف بتبدأ بالسبجكت. اما جملة الباسيف بتبدأ بالاوبجكت المفعول. ازاي الكلام ده؟ طيب لو انا قلت مثلا عمر طبعا انا بحب اقول عمر كتير يعني عمر مثلا عمر بلايز تشيس بيلعب شطرنج مثلا every day. دي كده جملة اكتيف لانها بدأت بالسبجكت بتاعنا. مين السبجكت؟ عمر. بدأت بالفاعل اهو. عمر ده السبجكت بتاعي الفاعل. عمر بيلعب شطرنج كل يوم وكلمة play دي الفيرب وكلمة chess دي الاوبجكت المفعول وكلمة every day دي اللي هو التكملة بتاعت الجملة. طيب دي كده الجملة دي بنسميها اكتيف لانها بدأت بالفاعل. طب يا شباب انا ينفع جملتي تبدأ بالمفعول؟ تبدأ بالمفعول. ده دليل ان الفاعل معروف جدا او غير معروف. ده معنى اللي هو الباسيف. طب لو انا بدأت خليتها باسيف
ايه اللي هيتغير عندي؟ اللي هيتغير عندي اهم حاجه هو الفيرب. بدل ما اقول بلايز، بس بلايز يعني يلعب، عاوز اقول تلعب او يلعب، عاوز اخليها مكونه من جزئين، هيلبينج فيرب فعل مساعد على حسب زمن الجمله، وبعد كده اجيب الباست بارتيسيبل التصريف الثالث. يبقى تشيس الشطرنج، هقول الشطرنج بلايز عمر، الشطرنج بيلعب بعمر؟ لا، الشطرنج بيلعب بواسطه عمر. طب هنا الجمله بريزنت سمبل يا مستر، يبقى الهيلبينج فيرب ام اور از اور ار. تشيس تاخد از، والباست بارتيسيبل من بلاي بلايد، يبقى تشيس از بلايد، يعني الشطرنج بيلعب باي عمر افري داي او افري داي باي عمر. خلاص كده؟ يبقى انا حولت الجمله دي من اكتف لباسيف. يبقى انا عندي اللي بيتغير كله الفيرب، بدل ما يبقى بالشكل الطبيعي بتاعه بكونه من فيرب تو بي، لازم اجيب فيرب تو بي على حسب زمن الجمله. الجمله بريزنت يبقى فيرب تو بي ام واز وار. طب الجمله باست يبقى واز اور وير. اوكي؟ طيب هو المشكله كلها في فيرب تو بي ده. طيب لو انا لازم ابقى عارف فيرب تو بي متغير ازاي، يعني لو الجمله بتاعتي بريزنت سيمبل، ولو الجمله بريزنت continuous مضارع مستمر، ولو الجمله present perfect مضارع تام، فيرب تو بي هيبقى متغير ازاي؟ في البريزنت سيمبل فيرب تو بي am or is or are، وطبعا التصريف الثالث ده اساسي بعد اي helping verb، بعد فيرب تو بي. فيرب تو بي في البريزنت continuous يبقى am or is or are plus being عشان في استمراريه اهو plus past participle. فيرب تو بي في البريزنت بيرفكت هيكون عباره عن have or has plus been plus past participle. اوكي؟ ده كده بالنسبه للفيرب تو بي على حسب زمن الجمله. لو انا قلت مثلا ايه؟ علي has written، علي كتب has written the letters، كتب الخطابات. يبقى لما اجي اخليها باسف انا هبدا بالاوبجكت المفعول اللي هو ذا ليترز، الخطابات كتبت بالفعل بواسطه عمر. ذا ليترز هنا جمع، ماليش دعوه بعلي، يبقى تاخد هاف ولا هاز؟ تاخد هاف. والباست بارتيسيبل من ريتن هو ريتن، يبقى هاف بين ريتن كتبت باي مين يا شباب؟ باي علي. يبقى انا كده حولت الجمله من اكتف لباسف. طيب في حاجه برضو في الاكتف والباسف بالنسبه للموديل فيرب. لو انت عندك موديل فيرب زي كان، كود، الجمله فيها كان او كود، شال او شود، will او would، may او might. لو الجمله بتاعتي فيها قبل المين فيرب موديل فيرب، لما اجي احولها للباسف هزود بعد الموديل فيرب بي وتصريف ثالث. ازاي يا مستر؟ لو قلت كده اهو we can paint، احنا نقدر نلون، we can paint the house، نقدر نلون او ندهن المنزل. لما اجي اخليها باسف انا هنا عندي كلمه بنت جه قبلها موديل فيرب، يبقى انا دلوقتي هجيب بعد الموديل فيرب هزود بي واجيب باست بارتيسيبل. يبقى اقول ذا هاوس، المنزل، ذا هاوس سوري، ذا هاوس كان بي، اهو زودت انا بي بعد كان بي، وبعد كده باست بارتيسيبل من الفيرب اللي عندي. كان بي بينتد، ممكن يدهن باي اس، بينا احنا، باي اس. اوكي؟ يبقى لو في موديل فيرب، جمله بتاعتي اكتف فيها موديل فيرب زي كده وي كان بينت، وي كان ترافل، وي ويل سويم، اي موديل فيرب بعديه مين فيرب، لما اجي احولها للباسيف بزود بعد الموديل فيرب بي وبعد كده باست بارتيسيبل. تعال نشوف الكلام ده ممكن يجي لنا ازاي في التشوز. نمبر 14 I missed the bus. في حاجه طبعا قبل ما اقول في حاجه بقى غير الاكتف والباسيف، في حاجه بتعبر عن الريجريتنج. لو تفتكروا التعبير عن الندم، ازاي التعبير عن الندم بقى؟ انا عاوز دلوقتي اديكم كم مصطلح يعبروا على الريجريتنج. عندنا ممكن نعبر عن الندم بكلمه if only او I wish، وكلمه should have وباست بارتيسيبل، وكلمه regret. عاوزين نستخدم الاربع مصطلحات دول عشان نعبر عن الندم. express ازاي نعبر express، regret ازاي نعبر عن الندم. كلمه regret يندم لو جه بعدها verb plus ing يبقى كده بتعبر عن الندم. دي كده اول شكل للندم. تاني شكل if only وكلمة I wish لو جه بعدهم past perfect ماضي تام يبقى برضو بيعبر عن الندم. الحاجة التالتة
should have plus past participle بيعبر عن الندم. اوكي؟ لو انا قلت مثلا I didn't do my homework، انا ما عملتش الواجب. جالي في الامتحان الاستخدام كلمه regret. مش كلمه regret يعني يندم؟ ماشي، انا ما عملتش الواجب. الاكشن ده تم في الماضي، طالما هتكلم عن حاجه تمت في الماضي يعتبر ندم. مش انا ما عملتش الواجب هقول انا بندم اللي انا ما عملتش الواجب. هقول ايه؟ I didn't do، اقول I، دي كده اول شكل. I regret، هو انا عملت ولا ما عملتش؟ ما عملتش، يبقى اقول I regret not، واجيب الجيرند not doing my homework، انا بندم اللي انا ما عملتش الهوم ورك بتاعي. طب افرض انا استخدمت I wish او if only، هجيب بعدهم past perfect، اقول I wish، مش انا ما عملتش يا ريتني عملت، اقول I wish I had، والباست participle من do done، I had done my homework، يا ريتني كنت عملت الواجب، اللي بيساوي I wish if only. نفس الكلام. الشكل الثالث should have، كان ينبغي ان انا اعمل الواجب I should have، والتصريف الثالث من do done I should have done my homework. يبقى دول 3 مصطلحات بيعبروا على regretting. ها، regret plus gerund، و if only او I wish يجي بعدها past perfect، و should have و past participle. ال3 مصطلحات دول يعبروا عن الندم. تعال نشوف بيجي لي ازاي في التشوز. نمبر 14 I missed the bus، انا فاتني الاتوبيس. I spaced left so late، مشيت متاخر. ما اقول يبقى انا فاتني الاتوبيس، ما كانش ينبغي ان انا امشي متاخر. طيب مش اقول I hadn't left، انا ما مشيتش متاخر، ما تنفعش. I should have، كان يجب ان انا امشي متاخر، ما تنفعش. يبقى I shouldn't have left، ما كانش ينبغي ان انا امشي بدري. يبقى دي الصح. نمبر 3 I shouldn't have left so late. نمبر 15 we should have left، كان ينبغي، اهو ده بيعبر عن الندم. كان ينبغي we should have left before they، كان ينبغي ان احنا نمشي قبل ما هم they arrived، قبل هم يصلوا. I'm so full، انا شبعان جدا. full هنا معناها شبعان او ممتلئ، انا شبعان يا شباب. if only بيجي بعدها past perfect. طب اقول hadn't eaten ولا had eaten so much؟ مش انا بقول انا شبعان، هقول يا ريتني ما اكلت كتير. يبقى ايه؟ if only I hadn't eaten so much. if only هيجي بعدها past perfect، يعني ما ينفعش have known ولا ينفع know ولا known، يبقى ايه؟ had known. if only I had known about the problem before، يعني يا ريتني كنت اعرف عن المشكله من قبل كده. I am tired، انا مرهق. I wish، طبعا هيجي بعد I wish او if only past perfect، يعني had or hadn't plus past participle. يبقى hadn't ايه؟ بقول I am tired I wish، يا ريتني so much، ما اشتغلتش كتير. I hadn't worked so much. We should space her before she phoned، كان ينبغي، كان يجب، يعني زي ندم، كان يجب اللي احنا نقول لها قبل ما تتصل. يبقى we should لازم يجي have وتصريف ثالث. يبقى ما ينفعش should tell، دي كده advice، ولا be told دي passive، ولا telling، يبقى have told. we should have left، كان يجب اللي احنا نمشي before it، قبل ما تضلم. before it ايه؟ طبعا before يجي بعدها past simple، before it got dark. I wish she، اتمنى ان هي here with us now. خلي بالكم بقى، في حاجه انا ما قلتلكوش عليها، اللي انا ممكن استخدم I wish في التمني. التمني امتى؟ لما تكون الجمله بتاعتي بتدل على البريزنت، بقول انا بتمنى، هنا مش بندم. I wish she spaced here with us now. now يبقى present، يبقى ده تمني. يبقى انا لما استخدم I wish مع جمله في البريزنت ما يبقاش ندم، يبقى تمني. I wish she was، اتمنى ان هي تكون معانا هنا دلوقتي. طب I wish مكتوب هنا yesterday، يبقى ده ندم، يبقى يجي بعدها past perfect. يبقى I wish I could post ما تنفعش، ولا have posted تنفع، ولا posted تنفع، لكن had posted تنفع، عشان هنا ندم يبقى past perfect. Number 23 I wish to the cinema yesterday، برضو ده ندم، يبقى past perfect، يبقى ما ينفعش went، ناخد had gone. if only بتساوي I wish، if only بتساوي I wish، if only بتساوي I wish. if only I
last year يبقى دي في الباست، يبقى لازم يجي بعد if only او I wish. past perfect يعني had وتصريف ثالث، had studied. if only I had studied harder last year، يا ريتني كنت ذاكرت بجد السنه اللي فاتت. I wish وهنا في yesterday يبقى برضه في الباست، يبقى يجي بعد I wish past perfect. برافو عليك، حفظته كده. يبقى اقول I wish I had seen، يا ريتني كنت شفته امبارح. if only I space my jeans برضه yesterday، يبقى يجي بعد if only past perfect يعني had وتصريف ثالث، had washed. تالي كده اتحفظت. number 27 I had met him yesterday، بقول يا ريتني كنت قابلته امبارح. يبقى انا طالما بتكلم عن الندم هقول يا اما if only او I wish، مفيش غير if only. نيجي بعد كده لحاجه جديده، هنتكلم على relative pronouns و relative clause، ضمائر الوصل واسماء الوصل. ايه ضمائر الوصل واسماء الوصل؟ سوري بقى كده. بص يا شباب، كلمه relative pronouns اللي هي ضمائر الوصل. ايه ضمائر الوصل او الاسماء الموصوله؟ ضمائر الوصل. ولازم تبقوا فاهمين كده، كلمه وصل يعني بوصل جملتين بخليهم جمله واحده، بتفادى التكرار. يبقى كلمه relative clause ده ضمير وصل بستخدمه عشان اعمل connect، اربط جملتين عشان اتفادى الريبيتيشن للسبجكت. ازاي؟ لو انا قلت he is the man، هو الرجل، طبعا الجمله الثانيه he wrote the article، يعني الجمله دي كان اصلها جملتين، he is the man اول جمله، he wrote هو كتب، the article هو كتب المقاله. دي كده كان اصل الجملتين. انا استخدمت relative clause علشان اربط، استخدمت relative pronoun عشان اربط ما بين الجملتين. بس خلي بالكم انا عندي relative pronoun كتير، عندي who وعندي which وعندي where وعندي whose، هم نفس ادوات الاستفهام لكن المعنى يختلف. انا بستخدم who لما اربط جملتين فيهم نفس الفاعل بس يكون الفاعل عاقل، which نفس الفاعل بس يكون فاعل غير عاقل، where لما اكون بتكلم عن مكان حيث، whose بكون بتكلم عن الملكيه. اوكي طيب، لما انا ربطت الجملتين دول مع بعض استخدمت كلمه who لاني بتكلم عن عاقل. he is the man who wrote the article، والبديل بتاع كلمه who that، يبقى هو الرجل اللي كتب المقاله. يبقى كده الجمله دي كان اصلها جملتين، انا خليتها جمله واحده عن طريق الريلاتيف بروناون. طيب ايه بقى هو الريلاتيف كلوز بقى؟ الجمله اللي تبدا بالريلاتيف بروناون، يعني هو wrote the article، كل دي بنسميها ريلاتيف كلوز، جمله الوصل. طيب يبقى انا بستخدم هو مع الفاعل العاقل، الفاعل العاقل، which الفاعل غير العاقل. يعني لما اقول كده اهو The daily news is a newspaper، daily news دي اسم الجريدة، هي الجريدة which published the news، هي اللي بتنشر الأخبار. where بستخدمها أكون بعبر عن مكان. That's the resort، ده المنتجع. where I spent my last vacation، حيث قضيت آخر أجازة ليا فيه. طيب whose لما يكون في ملكية بقول she's the woman whose house، هي المرأة اللي بيتها ماله got destroyed in the flood، اتدمر في الفلد. احنا قلنا which او what to refer to whole clause. he couldn't get a ticket which was very annoying to him. what really annoys me اللي بيضايقني is that he couldn't get a ticket. طيب لحد كده الكلام ده سهل، ولكن الجديد عندي في حاجة اسمها reduce relative clause، والكلام ده انا شرحته لكم قبل كده. ازاي نقلل الريلاتيف كلوز؟ احنا قلنا الريلاتيف كلوز هي الجمله اللي بتبدا بالريلاتيف بروناون، يعني كلمه زمان who was injured in the accident دي كلها بنسميها ريلاتيف كلوز، جمله الوصل. طب ازاي انا اقلل جمله الوصل دي؟ طب والجمله الثانيه the girl who is emailing علي دي كده تعتبر جمله الوصل. طب ازاي اقللها بقى؟ قال لك لازم تعرف الجمله الاول هي باسيف ولا اكتف. طيب بقول زمان هو was injured، الرجل الذي اصيب was injured، يبقى دي باسيف. in the accident is a doctor، الشخص اللي اصيب في الحادثه هو طبيب. يبقى relative clause عندي اهي who was injured in the accident. طب ازاي اعمل لها ريديوس اقللها؟ طيب لو الجمله باسيف زي الجمله اللي قدامنا دي انا هشيل الريلاتيف بروناون ضمير الوصل، واشيل الهيلبنج فيرب،
وهربط الجملتين بالباست بارتيسيبل التصريف الثالث. يعني معنى كلامي الجمله هتبقى كده اهو: ذا مان injured، الرجل الذي اصيب in the accident، في الحادثه، ماله يا باشا؟ is a doctor. يبقى انا كده عملت ريديوس. طب هو في الامتحان هيقول لي ايه؟ هيكتب لي ما بين براكتس كده، يقول لي استخدم مثلا كلمه injured، او يقول لي مثلا باي. هناخدها دلوقتي مع بعض. طب لو الجمله بتاعتي باسيف، الجمله بتاعتي اكتف بقى، قال لك ذا جيرل هو ايميلز، البنت اللي بتراسل علي، ليفز دي كده ريلاتيف، دي كده ريلاتيف كلوز. ازاي نقللها بقى؟ لو الجمله عندي اكتف هشيل برضو الريلاتيف بروناون وهحول الفيرب الجيرند احط له اي ان جي. يبقى اقول ذا جيرل، البنت، ذا جيرل ايميلينج علي lives in London. يبقى انا كده عملت ريديوس للريلاتيف كلوز. بس قبل ما اعمل ريديوس لازم اعرف الجمله باسيف ولا اكتف. والله لو الجمله باسيف بشيل الريلاتيف بروناون واشيل هيلبنج فيرب واربط بالتصريف الثالث. طب الجمله اكتف بشيل الريلاتيف بروناون وبحول الفيرب لجيرند. ازاي الكلام ده؟ تعال نشوف. اول جمله: we need to see a film، احنا محتاجين نتفرج على فيلم. cheers you up a bit، يخليك تبتهج. انا بتكلم على الفيلم صح؟ يبقى انا ده السبجكت بتاعي we need to see a film، ده كده السبجكت بتاعي غير عاقل، مش هينفع، مفيش ملكيه ولا فاعل عاقل ولا مكاني، بختار ذات، لان ذات البديل بتاع كلمه which. اوكي. نمبر 29 the famous painting، الرسمه المشهوره. انا بتكلم على شيء. the famous painting a space has been hidden، اللي مستخبيه او حد خباها in an attic of years will be occasioned in London next week، هيتم المزاد عليها في لندن الاسبوع القادم. يبقى انا بتكلم على الفيموس بينتنج، يبقى اختار كلمه تبقى which عشان هي غير عاقل. طيب this is the man، واحد يقول لي مان ده عاقل، حلو قوي يا مستر، اخد هو على طول. اقول لك اصبر، wait. بص الجمله الثانيه فيها ايه؟ هنا جاب لك ناون، يبقى شيء يمتلك. بقول لك ده الراجل اللي كتبه have been so popular recently. طالما في ملكيه هاخد whose. ليه ما خدتش هو يا مستر؟ لان انا بنسب الملكيه للرجل ده. the man who spoke. اوكي؟ لكن امتى اخد هو؟ لو قلت لك جبت لك فيرب هقول the man who lives next to me، اللي عايش جنبي is مثلا a doctor. لكن هنا جايب لي نعم. we had lunch at ليونارد ريستورانت، احنا اتغدينا في مطعم. واحد يقول لي ريستورانت ده مكان يا مستر، اخد وير، اصبر شويه. طب انا بتكلم على المكان ده اللي هو الريستورانت، مش هو مكان؟ بتكلم عليه كفاعل غير عاقل ولا كمكان؟ بقول لك we had lunch at ليونارد ريستورانت، احنا تناولنا الغداء في المطعم ده. space they serve traditional English food، بيقدموا في المكان ده اكل انجليزي تقليدي. يبقى انا بتكلم على الريستورانت كمكان، يبقى where they serve، حيث يقدموا في المكان ده. طب نفس الجمله يا مستر، قلت we had lunch at the Leonard restaurant service، يقدم، انا ما قلتش هم بقى، بيقدم traditional English food، يبقى انا بتكلم على المطعم كفاعل، يبقى which هنا. طب ما فيش which يا مستر، اخد كلمه that service traditional English food. The eggs space for breakfast weren't very fresh، بقول الاكل اللي اكلناه في الفطار ما كانش فريش. طيب the eggs اقول who we had، طبعا هو دي للعقل ما تنفعش. we had ممكن، where مش مكان، home ما ينفعش، يبقى we had for breakfast weren't very fresh. هيثرو ده اسم مطار. طب ده مكان يا مستر، اقول where؟ لا، انا بتكلم عليه كمكان ولا كفاعل؟ يبقى لما يجيب لي اسم مكان قبل ما اختار وير اسال نفسي انا بتكلم عليه كمكان ولا كفاعل. هيثرو سبيس is one of the biggest airports، من اكبر المطارات، يبقى انا بتكلم عليه كفاعل. يبقى مش هينفع هو، مش هينفع هوز. طب ينفع ذات ولا ويتش؟ والله ينفع الاثنين يا مستر عشان الاثنين بيساووا بعض، بس خلي بالك قال لك ذاتس از، ما ينفعش اخد ذاتس از وفي از بره، اقول ويتش. Some people would do anything، في ناس ممكن تعمل أي حاجة. could increase their promotion prospectus، بتزود من الترقية بتاعتها. يبقى some people would do anything. أنا بتكلم على some people ولا anything؟ مين اللي بيزود من الترقية؟ anything، يبقى ده شيء غير عاقل.
يبقى some people would do anything that could increase. The prime minister رئيس الوزراء. المستر قال لي لما يكون فاعل عاقل اصبر شويه، لان الفاعل عاقل ممكن اقول هو او هوز. طب انا عاوز اشوف الفاعل اللي قدامي ده يمتلك شيء ولا هو فاعل الجمله. The prime minister رئيس الوزراء has just arrived اللي لسه واصل حالا will make a speech tonight. يبقى انا بتكلم عليه كسبجكت، يبقى هو. Some countries refuse. بعض البلاد بترفض. refuse يعني يرفض. To stop producing chemical weapons اللي هي ترفض تنتج أسلحة كيميائية. ليه بقى؟ Space is very dangerous لأنها خطر جدا على الورلد. يبقى كلمة is very dangerous دي عايدة على الويبنز، يبقى أنا بتكلم على الويبنز. يبقى some countries refuse to stop producing chemicals weapons which is very dangerous عشان غير عاقل to world peace. Number 38. It's difficult to find a job if you don't have basic computer skills. من الصعب ان انت تجد وظيفة لو ما عندكش اساسيات الكمبيوتر. Space is very annoying to people who don't have skills. الحاجة دي تعتبر مزعجة جدا للناس ما عندهاش مهارات. يبقى انا بتكلم على شيء، يبقى اقول ايه which is very annoying. Number 39. I don't understand is اللي انا مش فاهمه why we don't use more solar energy. طبعا هنا what فاكرين كلمة what close يبقى what I don't understand الشيء الذي what I don't understand. This poor country in Africa exports gold. البلد الفقيرة اللي في أفريقيا دي بتصدر الجولد. Space is very ridiculous شيء يعني يدعو للسخرية. يبقى أنا بتكلم على الشيء نفسه اللي هم بيصدروا الجولد، يبقى which عشان ده غير عقل. which is very ridiculous يعني يدعو للسخرية. 41. Peter is really positive. بيتر إيجابي، شخصية إيجابية. Space is something I admire وده حاجة بتخليني أعجب بيه. يبقى أنا بتكلم على الشيء اللي هو عند بيتر، يبقى بيتر is really positive which is something that admire. Number 42. The police are examining the evidence. البوليس بيختبر او بيفحص الدليل space during the investigation. بيفحص الدليل اللي تم تجميعه اثناء الايه؟ التحريات. خلي بالك دي باسيف، يبقى انا قلت في الباسيف انا بربط بالباست بارتيسيبل. طب اقول the evidence هو الدليل بيجمع؟ لا يجمع. collected تنفع. which collected لو كان which was collected كنا خدناها ما تنفعش. who collecting ما تنفعش. Some kids بعض الأطفال discover the stolen money. اكتشفوا الفلوس المسروقة. Space in the garden. عاوز أقول مخبيينها في الجاردن. يبقى some kids discovered the stolen money. طيب هي الماني بتخبي ولا تستخبى؟ يبقى حد خباها، يبقى أنا هربط بالباست بارتيسيبل يبقى hidden. خلاص؟ The police on the motorway are very busy. البوليس كان مشغول جدا. Very busy people بيغرم الناس، يبقى دي جملة active. يبقى انا هربط بالجيرند. هنا مفيش relative clause، بقول ايه؟ البوليس في الطريق السريع are very busy بيعمل ايه؟ people for speeding بيغرم الناس عشان السرعة الزايدة. يبقى fining عشان هنا الجملة active. طب I've often met people. انا غالبا بقابل ناس space shells on the beach بيجمعوا صدف، يبقى برضه الجمله اكتف. which ما تنفعش عشان البيبل عقل. طب اقول collecting تنفع، collected ما تنفعش لان الناس هي اللي بتجمع مش هي بتجمع، ودي ما تنفعش يبقى collecting. the escaped prisoner السجين الهربان in a forest عاوز اقول استخبى، برضه دي تعتبر الجمله اكتف. السجين اختبأ يبقى هربط بالجيرند يبقى ايه؟ heading. hiding sorry. Number 47. drivers السواقين for speeding risk losing their license. طب هنا بقول السواقين بيتغرموا يبقى دي باسيف صح؟ يبقى هربط بالباست بارتيسيبل اللي هو فاين. ده بعكس الجمله اللي احنا قلناها من شويه، قلنا البوليس هو اللي بيغرم الناس يبقى are very busy fining people، لكن هنا السواقين اتغرموا دي باسيف. fined for speeding يعني الجمله دي كان اصلها drivers
who were fined for speeding risks losing their license. The report التقرير، هو التقرير بينشر ولا يتنشر؟ يبقى دي باسف برضه. يبقى the report مكتوب published publishing published it that published، لا يبقى اقول published. لو كان مكتوب that was published كنا خدناها. The footballer اللاعب الكرة at TV chat show tonight has got a lot of public problems. يبقى اللاعب الكرة اللي استضافوه على التلفزيون الليلة هيتكلم في a lot of public problems. يبقى دي باسف برضه. يبقى هربط بالباست بارتيسيبل يبقى hosted. الموناليزا دي اللوحة اللي انتوا عارفينها سبيس باي ليوناردو دافنشي is very famous. يبقى الموناليزا دي برضو باسف اللي هي اترسمت عن طريق ليوناردو دافنشي is very famous. which painted، لو انا قلت which was painted كنا خدناها، ما ينفعش اقول which painted. لو في painted بس كنا خدناها، ولا ينفع watch painting. watch was painting دي غلط برضو، ولا يبقى painted. اوكي painted. شاكيرا سبيس in Colombia is a very successful singer. شاكيرا اللي اتولدت في كولومبيا مغنية مشهورة جدا. يبقى شاكيرا يبقى ايه؟ which، لا دي شاكيرا عاقل. who was in Colombia ما ينفعش. لو قلت who was born كنا خدناها. طب born تنفع عشان الجملة دي باسف، اللي اتولدت in Colombia is successful singer. that boy الولد ده over there is a friend of mine. الولد اللي بيضحك يبقى دي فاعل، يبقى الجملة هنا active. يبقى انا هربط بالايه؟ بالجيرل. that boy laughing over there is a friend of mine. number 54 here is an extract، يعني ده كده مقتبس space from the first chapter of the book، متاخد من اول فصل في الكتاب. طيب لو انا قلت which was taken كانت تبقى صح، لكن which taken غلط. is ليه is؟ بيقول لك this is the extract which is taken تنفع، which takes ما تنفعش، which took ما تنفعش. يبقى which is taken مقتبس او متاخد من اول chapter. نفس الجمله اهي خلاص. here is an extract، بقول لك هنا في مقتبس متاخد، دي باسف بقى from the first chapter of the book، يبقى هنا باسف هربط بالباست participle. which هقول here is an extract taken from the first chapter of the book. the Great Sphinx اللي هو ابو الهول is a famous statue. ما هو ده كده باسف صح؟ اتبنى بواسطة القدماء المصريين. يبقى هربط بالباست بارتيسيبل، يا اما which was built، هنا مفيش watch، يبقى ايه؟ The Great Sphinx is a famous statue built by the ancient Egyptians. The new plane الطيارة الجديدة space by Airbus can seat over 550 passengers. يبقى الطيارة الجديدة اللي اتبنت عن طريق الشركة دي بتشيل 550 راكب. يبقى which built ما تنفعش، لأن المفترض بقى which was built، دي was building ما تنفعش. طب which was ما تنفعش، يبقى هي built على طول. ربطت هنا بالايه؟ بالباست بارتيسيبل التصريف الثالث. The letter this morning had bad news. الجواب اللي وصل النهارده فيه أخبار سيئة. يبقى the letter ايه؟ who، لا ده letter غير عاقل. who is arrived ما تنفعش. that arrived ولا arrived يبقى that arrived اللي وصل النهارده. The concert space in Manchester was attended by 5 million people. الحفلة اللي عقدت في مانشستر حضرها 5 مليون شخص. يبقى the concert which was held تنفع، which held ما تنفعش. طالما استخدمت relative pronoun لازم اجيب بعدها الجملة بس اجيب verb to be. which holds ما تنفعش، which is holding ما تنفعش. يبقى ايه؟ which was held. The man الرجل lost space at the train station is wanted by the police. الراجل اللي شافوه في الترين ستيشن مطلوب عن طريق البوليس. يبقى دي برضو باسيف. يبقى زمان هو، لو انا قلت هو والسين كنا خدناها، يبقى هنا مش هربط بسينج لان المان هنا دي الجمله دي باسيف. يبقى زمان لاست سين اخر مره شافوه. زمان سبيس attacked me was wearing a black jacket. الراجل اللي هاجمني كان لابس بلاك جاكيت. يبقى انا بتكلم عن مان كفاعل، يبقى هو مش هاخد هوز لان مفيش ملكيه. ذا فيليج، الجملتين دول جمال جدا يا شباب، ركزوا بقى معايا في تريكايه. احنا كده اتفقنا لما استخدم ريلاتيف بروناون وير عشان اعبر عن المكان.
طب ايه رايكم لو ممكن استخدم which برضه اعبر عن المكان، ولكن هضيف preposition حرف جر. ازاي؟ the village القريه I was born in، خلي بالكم من كلمه in، now a big town. القريه اللي اتولدت فيها دلوقتي تعتبر مدينه كبيره. the village I was born is now a big town. الجمله 63 اقول ايه؟ the village where I was born، القريه اللي اتولدت فيها is now a big town. طب ايه الفرق ما بين الجمله دي ودي؟ الجمله نمبر 62 في كلمه in، يبقى انا لما استخدم البروبوزيشن مع المكان مش هستخدم وير، اختار ايه؟ which. يبقى the village which I was born in مالها is now a big town، لكن مول the village where I was born is a big town. يبقى where بتيجي مع المكان. طب افرض انا زودت مع المكان حرف جر زي in او on او from، هختار which مش هختار where. منى doesn't speak French very well. منى ما بتتكلمش فرنش كويس جدا. Space makes it difficult، بيخلي الموضوع ده صعب عليها to travel to Paris. يبقى انا بتكلم عن حاجه غير عاقله، يبقى ايه؟ which. The town I live is very dirty. بقول المدينه اللي انا عايش فيها dirty، مش المدينه ده مكان، يبقى the town where I live. حلو قوي. نفس الجمله the town I live in اللي انا عايش فيها، خلي بالكم من كلمه in is very dirty، يبقى انا جبت هنا preposition هختار which. I like the guy، انا معجب بالولد ده. You were talking to، اللي انت بتتكلم معاه، يبقى بتكلم على شخص عاقل اهو، يبقى هو. People space can't relax suffer from stress، الناس اللي ما بتعرفش ترتاح بتعاني من الايه؟ من الضغط. يبقى people who can't relax، بتكلم على الاشخاص. Number 69 where is that carton of milk؟ Space was in the fridge. Where is that carton of milk؟ بقول لك فين علبة اللبن؟ Space was in the fridge. Which was in the fridge؟ اللي هي موجودة في الثلاجة. Which بتكلم عن شيء غير عاقل. نكمل يا شباب، برضو ما زلنا بنتكلم عن relative pronouns. The girl space you are sitting in، البنت اللي انت قاعد في مكانها. place هنا دي خلي بالكم noun. is coming back in a minute، يبقى بقول البنت اللي انت في مكانها. the girl whose place you are sitting، اللي انت قاعد في مكانها is coming back in a minute. the place I live is so quiet، بتكلم على مكان يبقى where. لكن لو قلت the place I live in هقول which. تمام كده؟ number 72 everyone joins in the competition will get a free CD. يبقى اي واحد اشترك في المسابقه هياخد CD هديه، يبقى everyone عاقل، يبقى هو. what's the name of the film؟ ايه اسم الفيلم؟ won the last Oscar، اللي فاز بلاست اوسكار، يبقى انا بتكلم عن شيء، يبقى that او which. the girl space parents own that shop is in my class، البنت اللي باباها ومامتها يمتلكوا المحل ده موجوده معايا في الفصل، يبقى هنا في ملكيه، يبقى whose parents. ما ينفعش اقول the girl who parents، ما ينفعش. did you understand؟ انت فاهم او انت فهمت he was saying اللي بيقوله، يبقى did you understand what he was saying. the guest house المضيفة we stayed had a lovely view، يبقى the guest house where we stayed. طب لو قلت the guest house we stayed in يبقى which، نفس الكلام قلنا من شوية. the boy مكتوب dog ده noun، يبقى the boy whose dog اللي الكلب بتاعه بيت you عضك phoned to apologize، اتصل عشان يعتذر. I have got a friend، أنا عندي صديق. جيتار دي noun، الجيتار بتاعه is his only love، يبقى whose. I've got a friend loves دي verb اهو بقى، خلي بالكم بقى دي verb. أنا عندي صديق loves his guitar very much، يبقى who loves. The person space car is blocking yours is over there، الشخص اللي عربيته سد الطريق موجود هناك اهو، يبقى the person whose car عشان دي noun. The place I used to live was called New Town. The place ايه بقى؟ where I used to live. مش هينفع اقول in where. The bus goes into town leaves from the corner. الاتوبيس اللي هيغادر المدينه هيغادر من الكورنر، يبقى the bus that او which، بس هنا which is لا، يبقى that goes into town. The company's space makes this product are based in Korea، الشركات اللي بتعمل المنتج ده مؤسسة في كوريا، يبقى the company's ايه؟
طبعا الكامبانيز غير عاقل. make يبقى ذا كامبانيز which طبعا مش هينفع ذات از ولا which it، لا which make these product. My brother used to know a friend drove a Ferrari. صديقي اخويا يعرف صديق بيسوق عربيه فراري، يبقى هو مفيش ملكينا، هو drove. كده احنا انتهينا من الجزء الاول للريفيجن. احنا كنا في الفيديو اللي احنا شرحناه من شويه بدانا من اول يونت 19 وقلنا ان شاء الله مستمرين لحد 24. احنا كده خلصنا تقريبا من اول 19 20 21. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي تكملته اللي هو بارت 2 هنكمل من اول 21 لحد 24 ونكون خلصنا ريفيجن على المنهج ككل. وفي النهايه اتمنى لكم الاستفاده الكامله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.